السلام عليكم الإخوان، في فيديو جديد اللي غنتكلموا فيه على كيفية إنشاء عدة حسابات استقبال في بنك بايونير. فاش غينفعونا هاد الحسابات ديال الاستقبال؟ مثلا الناس اللي كيخدموا المالتيبل اكونت كيقدروا يليو كل اكونت بريسيفين اكونت. فمثلا فاش اول مره كنتسجل في البنك بايونير كيعطيني ريسيفين اكونت باليو اس دي، ريسيفين اكونت بالاورو، وريسيفين اكونت بالباوند. بالنسبة إلى حرقت مثلًا أنا هاد الreceiving account ديالي ولاو محل شك أنهم يقدروا يتسببوا في إغلاق الحساب merge by Amazon، يعني وشريت حساب جديد وما بغيتش نستعمل هادو اللي ديجا استعملتهم، تنقدر نطلب receiving account آخر كيما درت أنا في هاد الكونت بايونير. تقريبًا عندي 5 ديال الreceiving account ديال الUSD اللي نقدر نستعملهم في حسابات أخرى. بالنسبة للطريقة كيفاش تبعوا معايا هاد الخطوات. بالنسبة لكيفاش كنهضروا مع الشاط كنجيو هنا فين كاينة السمية ديالنا، تنمشيو لسيبورت سنتر، كنمشيو لريسيف بايمنت، كنجيو هنا ريسيفين اكاونت، من بعد كنمشي لهادي I want to apply for additional receiving accounts in the same currency، كنهبط لتحت كندير هنا contact us. هنا في هاد لاباج كنجي لليت شات، هذا هو الشات كتجي لهنا. أنا ديجا هدرت معاهم يعني ميمكنش نطلب ليهم تاني دوطخ ريسيفين أكاونت أخرين، ولكن أون فوا توصل لهاد ليطاب هادي كيبدا يهضر معاك هاد الروبو هذا. نتا باش تفوت المرحلة ديال الروبو ويدوز معاك واحد في السيبور تتكتب هنايا ايجنت، تدير اونطخي كيجاوبك الروبو تيقول لك أنا غندوز لك ايجنت، تسنى تشيكي الأكاونت ديالك تتكتب ليه شور، تدوز واحد الدقيقة تيعاود يقول لك شنو السؤال اللي بغيتي ولا هادي، غتكتب ليه I kindly I kindly request، غتكتبها ليه بحال هكا request مثلًا شحال بغيتي نتا 3 ولا ما نديرو حنا 3 receiving account. يقدر يكون شي خطأ ولكن ماشي مشكل receiving account. صافي كتصيفط ليه هاد الميساج هذا. من بعد فاش كتصيفط هاد الميساج تيسولك تيقول لك علاش بغيتي زعما هاد الأكونت هادو، غتكتب ليه I work for on many مثلًا platforms مثلًا like Fiverr مثلًا and Amazon مثلًا، صافي راه الجوج مثلًا ونديرو and وكنحتاجوهم and I need to create آآ separate receiving. أنا هذا غير مثال بحال داك الشي اللي كتبت ليهم. مثلًا I work on many platforms like Fiverr and Amazon and I need create separate receiving account for each one. صافي كتصيفط ليه هاد الميساج هذا كيجاوبك تيقول لك حنا في واحد 24 ساعة، الماكسيموم ديال 24 ساعة غادي نطلقوا ليك دوك الreceiving account اللي بغيتي. وواحد الملاحظة أخرى بالنسبة لهادي تيقدر يسولك بعض المرات يعني اش من عملة. أنت في الأول تتقول ليه راه بغيت USD receiving account، من بعد واحد 24 ساعة كيجاوبوك بواحد الإيميل كتدخل الأكونت بايونير ديالك وتتلقى دوك مثلًا دوك الأكونت. أنا ديجا كان عندي واحد وطلبت 4 أو ما عندي دابا 5 ديال الUSD. تنتمنى هاد الدرس هذا يكون عجبكم، وإلا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجة خليها في الكومونتير، ونهاركم مبروك. السلام عليكم.